اللي ما جربش اللازانيا لحد دلوقتي فايته كتير جدا. من الأكلات الخطيرة، هي فيها شوية مكونات عادية زي صوص بشاميل، صوص اللحمة المفرومة، بنعملهم مع أكلات تانية وبيبقى طعمهم حلو عادي يعني. نحطهم بقى مع اللازانيا، التسوية اختلفت والطعم اختلف، بتوديهم في حتة تانية خالص. يلا نعملها على طول. بس لو انتم أول مرة تشوفوني أنا جيهان عزب. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، وإذا كنتم جداد على القناة يسعدني وجودكم معايا فيها. أول حاجة هنعملها هنجهز صوص اللحمة المفرومة. في طاسة هنحط معلقتين من زيت الزيتون، ممكن طبعا نستعمل زيت نباتي، وهنحط عليهم بصلتين مفرومين، تقليبتين بس نشوحهم تشويحة بسيطة، وهنحط عليهم شوية توم حلوين، يعني معلقة صغيرة كده مليانة. هنشوحهم مع بعض ريحة التوم بس تطلع، وهنضيف عليهم اللحمة المفرومة. هنقلبها بقى مع البصل تتشوح شوية وتفك كلها ولونها يغير. في الوصفة الأصلية بيحطوا كرفس وممكن كمان جزر متقطعين صغير قوي، اللي حابب ممكن يحط منهم. هنضيف بقى عليها شوية توابل حلوين كده يظبطوا الطعم. هنحط ملح وفلفل وبابريكا، يعني معلقة صغيرة من كل حاجة، ما نزودش الملح قوي، ورشة بسيطة من بذور الفلفل الحار، هي بتدي طعم بس ما نقلقش منها، ومعلقة كبيرة مليانة من الريحان، بيدي طعم ومذاق حلو قوي للصلصة. هنقلبهم مع بعض وبعدين نضيف عليهم عصير الطماطم. ممكن نستخدم عصير الطماطم الجاهز، أو طماطم هنخلطها في الخلاط ونصفيها، اللي موجود نستعمله. تقريبا هنحتاج كوبايتين من عصير الطماطم. وعشان عايزين صوص الطماطم يبقى كتير ولونه حلو، هنضيف كمان معلقتين كبار من الصلصة. هنقلبهم مع بعض شوية، وهنضيف عليهم كوباية من المية، وأول ما تغلي هنغطيها ونسيبها بقى مع نفسها تتسبك على نار هادية. هنسيبها شوية حلوين، هنسيبها ممكن نص ساعة لساعة حسب وقتكم، لحد ما نلاقي اللحمة استوت وطلعت دهونها على الوش بالشكل ده كده. صوص اللحمة المفرومة بتاع اللازانيا ما بيبقاش ناشف، بيبقى فيه شوية حلوين من الصوص. كده صوص اللحمة خلص، وهنعمل صوص البشاميل. اعملوه في الوقت اللي اللحمة فيه بتستوي عشان كله يخلص مع بعض. أهم خطوة وإحنا بنعمل البشاميل عشان ما يكلكعش معانا، نحط سمنة قد الدقيق. يعني مثلا نستعمل 4 أو 5 معالق من السمنة، هنحط قدهم 4 أو 5 معالق مليانين من الدقيق. ممكن تحطوا نص الكمية سمنة والنص التاني زيت زي ما تحبوا. لازم يبقى الدقيق عايم في السمنة كده، ما يبقاش تقيل واحنا بنسويه. البشاميل بتاع اللازانيا بيبقى خفيف، أخف من اللي بنعمل بيه المكرونة بالبشاميل. هنحط حليب من 5 ل6 كوبايات على قد ما ياخد معانا، وهنتبله بملح وفلفل، واللي حابب يحط رشة من جوز الطيب. ما بنحطش توابل أكتر من كده، ظبطوا الملح زي ما بتحبوا طعمه. هنقلبهم مع بعض تقليبة كده بس، وأول ما يغلي هنقفل عليه على طول، وده بيبقى قوامه ناعم وخفيف. كده كل حاجة بقت جاهزة معانا. نبتدي بقى نرص الصينية. دي اللازانيا اللي أنا استعملتها، استعملوا أي نوع متوفر عندكم. النوع اللي معايا مكتوب عليه إنه مش بيتسلق، وكاتب لي كمان وقت التسوية إنها بتاخد 40 دقيقة. شوف النوع اللي تستعملوه، لو محتاج يتسلق هتسلقوه بالطريقة اللي مكتوب على العلبة. هنجيب القالب أو الصينية اللي هنحط فيها، يفضل طبعا إنه يكون قالب مستطيل، والأفضل كمان إنه يكون على قد شرايح اللازانيا عشان ما نكسرش فيها كتير. الكمية اللي احنا عاملينها تعمل صينية كبيرة. هنحط أول طبقة من البشاميل، وعليها هنحط شرايح اللازانيا تغطي القاعدة كلها. لو اللي معاكم مش مكفية بتكسروا وتكملوا الحتت اللي ناقصة. وهنحط عليها صوص اللحمة. اللازانيا بتستوي في السوائل دي بتاعة البشاميل وبتاعة صوص اللحمة، فلازم البشاميل يبقى خفيف وصوص اللحمة فيه شوية من السوائل. وهنحط عليها بقى شوية من الجبن. استعملوا أي جبنة متوفرة، ممكن نستعمل موتزاريلا، شيدر، بارميجان، اللي موجود استعملوه. وممكن كمان نستغنى عن الجبن خالص ونكتفي بس بالبشاميل. ولو عندنا القشطة بتاعت وش اللبن نحط منها مع البشاميل، هيبقى طعمه حلو قوي. وهنكرر بنفس الطريقة لحد ما نخلص الكمية والطبقات اللي احنا عايزينها. ممكن آخر طبقة اللي على الوش نحط البشاميل بس وما نحطش جبن، وفي نص التسوية نطلعها ونحط عليها الجبن علشان ما تنشفش معانا من التسوية. هنغطيها وندخلها الفرن، هنكون مسخنينه على درجة 200، هتاخد معانا من 40 ل 50 دقيقة. هنطلعها من الفرن ونزينها بشوية من البقدونس، ونسيبها بقى تهدى شوية عشان نعرف نقطعها، ده إذا قدرتوا يعني تستنوا عليها. طعمها رائع. صوص اللحمة والبشاميل مع شوية الجبن اللي احنا حاطينهم مدينها طعم فظيع. جربوها هتعجبكم جدا، وبألف هنا على قلوبكم مقدما. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، واشوفكم على خير.